حاجة لو عملتها كل يوم لمدة 10 دقايق حياتك هتتغير. السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة بنتكلم عن عمل العلماء بيسموه كنز الدنيا والآخرة، كنز من كنوز الدنيا والآخرة، حاجة اللي يداوم عليها في حياته والله يا جماعة يشوف العجب العجاب من المعجزات، وتكون حياته سهلة وآخرته تكون جنة. النهاردة بنتكلم عن عمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهكلمكم النهاردة بس في 4 أفضال للصلاة على النبي، لكن لو اتكلمنا عن أفضال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ممكن نقعد أيام وليالي، لكن النهاردة هنتكلم في 4 أفضال بس الواحد يعقلهم كده، ولما يعقل هذه ال4 أشياء يحس ان ما ينفعش يسيب الصلاه على النبي دي ولا يوم ينفع يسيبها. واحد، النبي عليه الصلاه والسلام في حديث صحيح يقول: اقربكم مني منزله يوم القيامه او منزلا يوم القيامه مين يا رسول الله؟ اكثركم علي صلاه. يعني ايه اقربكم مني منزله؟ يعني اقرب واحد قاعد جنب النبي يوم القيامه. والنبي يوم القيامه هيبقى فين؟ هيبقى في الفردوس الاعلى، في الوسيله، في اعلى درجات الفردوس. طب انت عايز تقعد جنب النبي؟ طب هو مين اللي قاعد جنب النبي عليه الصلاه والسلام؟ فكر كده معايا: الصحابه، الانبياء، الشهداء، التابعين، وحسن اولئك رفيقا. عايز تقعد جنب الناس دي؟ عايز تقعد جنب الصحابه؟ عايز تقعد جنب الانبياء؟ تعمل ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام اداك الدليل: اكثرهم علي او اكثركم علي صلاه. صلي على النبي كتير، خلي الصلاه على النبي دي حاجه ثابته في يومك. اللهم صل على محمد، ورد ثابت في اليوم لا ينسى ولا يتغير، حاجه ثابته في يومك. طب تاني فضل من افضال الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي بيقول ايه يا جماعه؟ ان من افضل ايامكم يوم الجمعه. النهارده ده واحد من افضل ايام المسلمين. طب نعمل ايه؟ فاكثروا فيه من الصلاه علي فان صلاتكم معروضه علي. يعني ايه يا جماعه الكلام ده؟ يعني كل اللي يكثر من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، يوم الجمعه، طول ما هو قاعد كده اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد، تيجي الملائكه للنبي عليه الصلاه والسلام بالسجلات. يجي سجلات كده مكتوب فيها اسماء كل اللي صلوا النهارده. محمد قعد 10 دقائق يا رسول الله يصلي عليك، صلى 100 مره. عبد الرحمن صلى 200 مره. نهى صلت 300 مره. مش عارف مين صلى 500 مره. يجوا بالسجلات كده لسيدنا النبي، فالنبي يفرح بيك ويعرفك، فيجي يوم القيامه يشفع ليك النبي عليه الصلاه والسلام، وتشرب من يده شربه لا تظمأ بعدها ابدا. النبي عرفك خلاص. كل جمعه بتجيله السجلات، سجلات الاسبوع كلها بتبعث وتكتب وتذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه، الملائكه تجيب له السجلات. فانت قاعد طول الاسبوع بتقول اللهم صل على محمد 100 مره 200 مره 300 مره، تروح يوم الجمعه للنبي السجلات دي كلها. فمين مش عايز اسمه يتكتب في السجلات اللي بتروح للنبي؟ اكيد كلنا عايزين اسمنا يتكتب والنبي يعرف اسمائنا، ويجي يوم القيامه يبقى عارفنا، يشفع لنا، يقول امتي امتي. يشفع لمين يا جماعه؟ اللي بيكثروا عليه من الصلاه والسلام كل يوم، ورد ثابت من الصلاه على النبي. طب ثالث جايزه من جوائز الصلاه على النبي، في يوم من الايام سيدنا ابي بن كعب راح للنبي، وفي حديث طويل ملخص الحديث ان اللي يجعل النبي صلى الله عليه وسلم وقت صلاة أو وقت الذكر كله يجعله صلاة على النبي، اللي يحصل حاجتين: يكفى همه ويغفر ذنبه. يعني لو انت مثلا نازل في طريقك، ماشي في طريقك عادي ورايح مشوار وشايل هم المشوار ده قوي، شايل هم المشوار، بص، مقابله شغل، امتحان في الكليه، ما رايح تقابل مديرك، رايح تعمل اي حاجه وشايل هم الموضوع ده، خد الوقت اللي انت رايحه ده صلاه على النبي. ما بينك وما بين الشغل 10 دقائق صلاه على النبي، ربع ساعه صلاه على النبي، ثلث ساعه صلاه على النبي، ايا كان الوقت ده خده صلاه على النبي. ايه اللي يحصل؟ تكفى همك. الهم ده يتشال يا جماعه والله يا جماعه انا مجرب الموضوع ده بقالي حوالي 6 سنين. سر لاي طالب داخل على امتحانات: انا امتحاناتي كلها كده بالطريقه الفلانيه دي، طلعت من الاوائل في الثانويه العامه بالطريقه دي، طلعت من الاوائل في الكليه بالطريقه دي، كله بالطريقه دي. اعمل ايه؟ محدش بيذاكر يوم الامتحان الصبح، اللي ذاكر. طب بعمل ايه في الطريق؟ صلاه على النبي. يا عم اقعد ذاكر الامتحان، صلاه على النبي. ايه اللي يحصل؟ تكفى همك، مش شايل هم الامتحان، تخش تلاقي نفسك جايب اعلى درجه. مقفل الامتحان ده ازاي؟ ده انا ما ذاكرتش ما رجعتش قبل الامتحان، بس قضيت وقتك فين؟ في الصلاه على النبي. اللي يقضي وقته في الصلاه على النبي يكفى همه. شغل، مقابله عمل، صلاه على النبي تتقبل. مش عارف ايه، مقابله شايل همها تتقبل. موضوع بسيط شايل همه، الميكروباص مش لاقيه، واقف كتير، يا رب الميكروباص لسه ما جاش، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام، تلاقي الحاجه جت. من اصغر هم لاكبر هم بالصلاه على النبي يتحل. يبقى ده ثالث حاجه، تكفى همك ويغفر ذنبك. طب رابع حديث وفضل من افضال الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، حديث بقى يا جماعه اسمعوا بقلبك، وده اللي نفسنا نوصل له. النبي عليه الصلاه والسلام يقول: من صلى علي صلاه واحده مخلصا بها قلبه، من قلبه بجد، يقول كده اللهم صل على محمد، وهو في دماغه حاسس بيها، حاسس بقيمه النبي صلى الله عليه وسلم وعظمه النبي صلى الله عليه وسلم عند ربنا سبحانه وتعالى، حاسس باحتياجه لسيدنا النبي يوم الفزع الاكبر، يوم العطش الاكبر. كلنا محتاجين سيدنا النبي يا جماعه، كلنا محتاجين نشرب من ايده يوم العطش الاكبر، كلنا محتاجين له يشفع لنا يوم الفزع الاكبر، كلنا محتاجين صحبته يوم القيامه باذن الله. فاحنا محتاجين سيدنا النبي، وانت بتقولها كده تحس بيها، تبقى مخلصا بها قلبك. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. يحصل 4 جوائز: 1 صلى الله عليه بها 10، ربنا يصلي عليك 10 مرات. طب 2 رفعه في الجنه 10 درجات.
10 درجات. والدرجه في الجنه يا جماعه مش سلم كده يعني سلمه وسلمه، لا، ده الفرق ما بين الدرجه والدرجه في الجنه زي الفرق ما بين السماء والارض. تخيل بقى 10 درجات، واتكتبت له 10 حسنات ومحيت عنه ايه 10 سيئات. ده اللي يصلي على النبي مره واحده. طب اللي يصلي 100 مره على النبي من قلبه كل يوم، حياته تبقى عامله ازاي؟ حياته تبقى عامله ازاي واخرته تبقى عامله ازاي؟ عايزين يا جماعه نكثر من الصلاه على النبي ونثبت كلنا ورد الصلاه على النبي. ربنا يا رب يتقبل منا ومنكم. احنا اللي محتاجين النبي، النبي مش محتاجنا، احنا اللي محتاجين سيدنا النبي ومحتاجين الصلاه على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. تقبل الله مني ومنكم، وصلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. والسلام عليكم.